النادي الأهلي يعني هو سر من أسرار حياتي. النادي الأهلي ده أنا يعني متابعاه من زمان قوي، من صغري، ومتابعة عيلتي كده، وهم لما بشوفهم بيتكلموا عن النادي الأهلي وقد ايه بيحبوه، وطبعا أنا بحبه معاهم وكده، بس أنا برضو ببص للأمور بشوية شكل في سنة جوه كده. دايما كنت بقعد أبص هو ليه النادي الأهلي النادي الأهلي، وبعدين هي ليه أغلبية الناس اللي حواليا بيحبوا النادي الأهلي قوي كده، وهو ايه السر في النادي الاهلي ده؟ ايه السر اللي بيخلي ان انا بحس بفخر كده وباور ان انا اهلاويه؟ وايه السر اللي بيخلي اي حد عايز يدعم النادي الاهلي؟ يعني ميكس كده بصراحه قوي جدا. ببساطه جدا جدا، اداره النادي الاهلي اداره مختلفه، اداره بصه لجوانب الاداره على المستوى العملي والمستوى الإنساني، وبتوازن بينهم بشكل باي ديفولت، يعني زي ما بيقولوا بشكل طبيعي جدا، بشكل بسيط جدا. النادي الأهلي بيربي أجيال جوه النادي، يعني تحس ان الناس شبه بعضها جوه النادي. الإدارة يعني انه ده فلان الكبير ففي منه نسخة تانية فلان الصغير بإمكانياته هو، بأدواته هو، وبفكره هو، بس تحس فيه كده common values كده أو قيم مشتركة، تحس ان هي عند الناس الأهلاويين كلها كده. معرفش يعني، حقيقي ده سر يعني. بس هو في الآخر قدر يمشي المنظومة بأسلوب إداري على المستوى الإنساني والمعنوي والمادي بشكل فيه حرفية فظيعة. بس أعتقد أنه الحتة الأساسية في فكرة أنه ما غيرش الواقع خالص. هو في علوم معينة احنا خدنا العلوم دي مشينا بيها، علوم في الإدارة. في علوم إنسانية معينة احنا خدنا العلوم الإنسانية دي مشينا بيها وطبقناها وحققناها واديناها لغيرنا وغيرنا وغيرنا. في علوم ليها علاقة بالإدارة والإنسان مع بعض، هم بيرجعوا لأصل الموضوع ده، 1+1=2. خلاص هي دي بتتعمل كذا، هو ده اللي هنزرعه في الناس، او هو ده الشيء اللي احنا هنبقى بنطبقه او بنحققه في المنظومة بتاعتنا. بكل بساطة ما اجهدوش نفسهم، اجهدوا نفسهم في تطبيق ده، بس اقصد ما جابوش حاجة من حتة تانية علشان يبقوا هم حاجة ما حصلتش. مش ده كانت النظرة بتاعتهم في الاساس. النظرة في الاساس ان دي صحها كده يبقى احنا هنعملها كده، وده اللي خلى ان كل الناس اللي حواليهم، اللي عايز يدعمهم او اللي عايز يبقى منهم او اللي فخور ان هو منهم، شكل المنظومة مكتمل، شكل الرسالة مكتمل. ولمزيد من النجاح طبعا دايما يا رب.